هذا من الإيمان. فأحيانا يكون الابتلاء لرفع الدرجات، وأحيانا يكون لتكفير الذنوب، وأحيانا يكون عقوبة من الله تبارك وتعالى للعبد. فالمؤمن لا بد أنه يبتلى في هذه الدنيا، وكذلك يبتلى بالأوامر وفيها مشقة. فالإنسان إذا وقع عليه البلاء يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره. هذا هو الأصل، الصبر والرضا. ترى مهما أنزل الله عليك من الابتلاء والامتحان، الواجب أن تستحضر ما هي عطايا الله لك في هذه الساعة. هو ربنا بيبتليك في الحاجة اللي انت لازم تبتلى انت فيها، الحاجة بتاعتك انت، فاهم قصدي؟ الحاجة اللي هتوجعك انت، الحاجة اللي هتحرقك انت. عشان تكره شيء يجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني مو بخير شوي، كثير جدا. ربما كثير من العطايا التي قد دونت في السماء أن تكون لك ما جاءتك إلا في الليالي التي تراها أنها سوداء.